صباح الخير بالليل على حسب طاقتكم. تعالوا نعمل بقى سناك سهل ولذيذ وكمان سريع جدا، وهو شريمب بوب كورن او جمبري عامل نفسه فشار لذيذ جدا ومقرمش. لو الاولاد عندك ما بيحبوش الجمبري بجد جربي تعمليه بطريقه الفشار دي، هتبقى حلوه جدا وهتعجبهم ومش هيبطلوا اكل فيه. لو اول مره بقى تتابعوني ما تنسوش الاشتراك في القناه وفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا نشوف هنعمله ازاي. طريقته مفيش اسهل منها. اول حاجة عندي الجمبري يكون مغسول ومتنضف كويس ويكون حجمه صغير زي ما انتوا شايفينه كده عشان يديني شكل حبة الفشار. عندنا بقى التوابل: معلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة توم باودر، بصل باودر، بابريكا، وكمان فلفل اسود وزعتر وملح، ونص معلقة من الكاري، ونص معلقة من الكركم، ونص معلقة من الحبهان المطحون، وفصين توم. بس اهم حاجة نفرمهم كويس جدا. ودلوقتي بقى عندي بيضة وهضربها كده بالشوكة، وبعدين هجيب فصين الثوم وهفرمهم كده وهنزل بقى على البيض، وبعدين هقلبهم مع بعض. وبعد ما اخلص بقى هجيب التوابل بتاعتي وهقلبها كده كلها على بعض. وطبعا التوابل ديت اللي هتبل بيها برضو الدقيق اللي انا هغلف بيه الجمبري. فانا هاخد بقى كده معلقة كبيرة من التتبيلة دي وهقلبها كده مع البيض، وبعدين هنزل بمعلقة من الدقيق وهقلبهم كده. وبعد ما اقلب كويس والدقيق يختفي هنزل بقى بالجمبري بتاعي علشان يتبل في التتبيله الجميله دي. تقدروا بقى تسيبوا الجمبري يتبل كده شويه، يعني تسيبوها ساعه كده او ساعتين، او تشتغلوا فيها على طول لو ما عندكمش وقت. بعد ما قلبت الجمبري كده حطيت معلقه تانية من الدقيق وقلبت، ورجعت حطيت معلقه تالتة. انا كده حطيت 3 معالق على التتبيله دي علشان التتبيله تبقى سميكه وتبقى لازقه على الجمبري ما تقعش منه. هنا بقى عندي كوباية كبيرة من الدقيق وعليها ربع كوباية من النشا، ونزلت عليها بمعلقة كبيرة من التوابل اللي احنا قلبناها على بعض. وهبدأ بقى انزل بالجمبري كده في الدقيق وهقلبه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لحد ما الجمبري يتغلف كويس بالدقيق ومبقاش فيه اي حتة باينة من التتبيلة. هبدأ بقى اطلع الجمبري كده وهنفضه من اي زيادة. واهم حاجة بقى نخلي بالنا علشان مننساش اي حاجة في الدقيق، لان الجمبري صغير جدا وممكن يتوه منكم في قلب الدقيق. فخلوا بالكم كده وانتوا بتطلعوه علشان ما تنسوش اي حاجه، ودوروا كويس في الدقيق بعد ما تتبلوه كده. وممكن كمان تصفوه، يعني تجيبوا كده منخل او اي حاجه وتدخلوا الدقيق كده، ممكن تلاقوا فيه حبات من الجمبري ما كانتش باينه معاكم. هنغلف بقى باقي الكميه بتاعه الجمبري بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. بقلب كده الجمبري من تحت لفوق، وبعدين باخده على ايدي كده واصفيه واطلعه واحطه بقى كده في الطبق، وعلى طول بقى على زيت سخن جدا وننزل بقى بالجمبري علشان نقليه. شايفين بقى يا جماعة السهولة؟ بجد مفيش اسهل من كده. وده بقى شكله بعد ما اتبل كويس بالدقيق وحطيناه في الزيت علشان نحمره. حطوا كده شوية بشوية علشان ما تحطوش كله فوق بعضه ويلزق في بعضه. وسعوا كده الجمبري بعيد عن بعضه علشان ما يلزقش. ونبدأ بقى نقلب كده بعد ما يبدأ ينشف معانا، وهو على فكرة ما بياخدش وقت خالص في الزيت. هنخلي بالنا علشان ما يتحرقش مننا. شايفين بقى يا جماعه شكله عامل ازاي؟ بدأ يقرمش معايا وياخد اللون الذهبي اهوت. اهم حاجه بقى ما نطلعوش على مناديل، ونطلعه بقى نصفي الزيت اللي فيه على شبكه او على مصفى علشان يفضل مقرمش معانا. شايفين يا جماعه الحلاوه؟ سامعين صوت القرمشه؟ تحفه بجد، وبيطلع حلو قوي يا جماعه ومش شارب اي زيت خالص، وكمان لونه حلو جدا جدا. اهم حاجه ما تطلعوش هو لونه غامق، طلعوه هو لونه فاتح كده شويه علشان ما يتحرقش منكم، لان هو بيستوي بسرعه جدا جدا وما بياخدش وقت خالص. شايفين بقى الحلاوه؟ سمعتوا القرمشه دي؟ بجد كريسبي قوي ولذيذ قوي قوي. احلى حاجه ممكن الواحد يتسلى بيها بجد احلى حاجة تقدروا تقدموها للولاد، هيحبوها جدا وهيفرحوا بيها قوي قوي، لان هي طبعا صغيرة ومدية شكل الفشار كده. يعني ممكن كمان تديها لهم في اللانش بوكس، هيحبوها قوي. وتنفع كمان وجبة للغدا مع شوية مكرونة، او تقدروا تعملوها سندوتشات كده بتبقى لذيذة جدا جدا. وتقدروا كمان تستخدموها في اي حشوات، يعني ممكن حشوة بيتزا، حشوة كريب، حشوة عيش سوري. بجد هتبقى جميلة جدا وسهلة وسريعة، ما بتاخدش وقت
وطعمها تحفة، وكمان هتتاكل بسرعة جدا لان هي سهلة، يعني قطمة واحدة كده هتحس بالقرمشة واللذاذة، وبجد هتعجبكم جدا. وممكن كمان تعملوا كمية كده يعني وتتبلوها وتغلفوها بالدقيق وتحطوها في الفريزر وتطلعوا منها تعملوا كده على قد استخدامكم، بجد هتبقى حلوة قوي وتنفع كمان لتفريزات رمضان، وتستخدموها كمقبلات كده جنب الاكل، هتبقى لذيذة جدا. وبس خلاص كده عملنا احلى شريمب بوب كورن، سهل وسريع ولذيذ، جربوه بقى، اتمنى يعجبكم. لايك بقى لو عجبكم الفيديو، متنسوش الاشتراك في القناة وكتروا الشير، واشوفكم على خير.